طول عمري بسمع عن السحر والأعمال السفلية، لكن عمري في حياتي ما تخيلت إن أتعرض لموقف زي ده. أنا منة عايشة مع ماما وأخويا الصغير، وأبويا متوفي من حوالي سنة. الموضوع ابتدى بعد ما خلصت ثانوية عامة بأسبوع. اتفقت أنا وصحابي نعمل حفلة عندي في البيت احتفالا بالمناسبة دي، وخصوصا إن احنا تعبنا قوي في فترة الدراسة، فكنا عايزين نعمل حاجة يعني تخرجنا من مود المذاكرة والامتحانات. فاتفقنا إن احنا نعمل حفلة صغيرة كده على الضيق، فيها صحابي وماما وأخويا وكام واحد كده من الأهل المقربين والأصدقاء، وطبعا منهم اللي اداني فلوس واللي اداني هدايا، وكنت فرحانة جدا واليوم كان لطيف قوي. بعد ما اليوم خلص وكل الناس روحت، بدأت أنا وأخويا ننظف ونروق الدنيا مع ماما. أثناء التنظيف باب بيتنا خبط. قلت لأخويا يفتح الباب، لا افتحي انتي، اتعاركنا وفي الآخر أنا اللي فتحت. لما فتحت الباب ما كانش فيه حد، بس لقيت على الأرض صندوق هدايا كبير إلى حد ما. أول حد جه في بالي طارق ابن خالتي، هو في تالتة جامعة حاليا، بينا علاقة لطيفة واتفقنا على